التأهل للمونديال بعد الخروج من كان الكاميرون منذ الدور الأول. لا، هو بداية تكوين مجموعة جديدة، فريق جديد يسمح للجزائر باش ينافس على اعلى مستوى في كاس افريقيا. نعرفوا احنا ان برشا ملاعبيه العمر نتاعهم تقدمه وان يفكروا في المستقبل، وكل مره يقحم معناها في الملاعبيه اللي دخلوا مندمجين. كي انا نشوف هذا وليد فارس الشايبي، هذا فارس الشايبي زروقي فغولي 33 بوعناني عنده معناها عيط الفغولي 33 سنه. احنا يوسف مساكني 31 قالوا فيه ودي كيفاش فيه يا ودي قيلوهم الاولاد ولا بالحق تو نتكلم بلغه اخرى، خلينا نستخدم على رواحه. هذا منتخب يا خويا يلزم يخدم فيه هدوء، هاك يخدم فيه هدوء تو يجيب نتيجه، وذاك اللي عندنا وذيك امكانياتنا، وامكانياتنا احنا فالي فالوريزي ولا اكثر ولا اقل. بون اذا فما واحد ايفالواسيون تعملوا نسخوا ايفالواسيون، اما هذه النتائج ماشيه. دونك بون انا عجبوني البارح معناها منظمين، الناس منظمه خاطر الناس دي بروفيسيونيل من اعلى مستوى، على مستوى الفردي ما عندك ما تقول، مستوى الجماعي كيف الدفاع كنت تلقى فيه ماندي وابن السبعيني وايت نوري وعطار، ما عندك ما تختار يا معلم، فهمتني. وتوني موندريا انا اكتشاف بالنسبه لي انا هذا الحارس تاع كون من لا حارس معناها قيمه الفريق، كل لاعب عنده قيمه في اي وقت يعمل لك حاجه باش يربح الفريق او يخلي الفريق في الربح. البارح الحارس هو اللي خلى الجزائر، هو اللي كان معناه امن فوز الجزائر 100%، خاطر جاته معناها عمل دي زاري سورتو على شكون خذاها كابتن على مبولحي معناتها لو جارديان اللي هو تاريخي في المنتخب الجزائري. يجي وقت بالضبط، يجي وقت، وهذه شو هذه سنه الله، كل واحد يخلي باساسيون كابتن بالضبط، باساسيون ثقافه هذاك هو. انت كل واحد ياخذ وقته، هيك هو ياخذ وقته. فما ناس كيف فغولي 33 سنه، هذا ذكاء المدرب، راه اللي فغولي ينجم يعطي للجزائر في ذلك المكان وفي ذلك الدور. هو كابتن ريت فغولي يلعب في دور المؤطر، هو حتى رياض محرز معناها تشوف الشبان كيفاش فرحانين. انا سمعت بوعناني قال انا قدوتي في كره القدم هو رياض محرز، قال انا نحلم باش نلعب بجنب رياض محرز. شاكر تعتبر جمال بالماضي رغم الانتقادات اللاذعه عليه في الفتره الفارطه فشل يعني اكيد يوجع معناها الجماهير الجزائريه ما قبلتش الى حد الان فكره عدم التاهل للمونديال. تعتبر انه بالماضي حاليا ناجح في سياسه التشبيب والملاعبيه ممكن اللي يستقطبهم لحمل قميص المنتخب الجزائري؟ ما نتصورش انه الاتحاد الجزائري لكرة القدم معناتها مخلي بالماضي المدة هذه الكل، يمكن من اكثر المدربين اللي قعدوا على راس المنتخب الجزائري معناتها في السنوات الاخيره. جمال بالماضي اليوم نتصور انه بالخدمه اللي يخدم فيها صحيح حتى الشيء اللي صار ولا الفشل معناتها اللي صار على مستوى عدم الترشح لكاس العالم كان ازمه كبيره، ولكن الاتحاد الجزائري تمسك بالماضي لانه يعرف بالماضي، يعرف مليح الكاركتير نتاع المدرب هذا. نعرفوه احنا معناتها حتى من خلال لي كونفيرونس دو بريس ومن خلال كلامه يعرفش يعمل المدرب هذا. خلق يظهر لي قاعد يخلق في جيل فيه ليكسبيريونس كما كان يحكي الكابتن خالد حسني تو 33 سنه يرجع فغولي، دونك يعرفش يعمل المدرب. ماندي 31 سنه يلانسي الحارس الجديد رياض محرز موجود اللي كان البارح وراء معناتها التوزيعه نتاع اللي جابت الهدف للمنتخب الجزائري الوحيد. انه يختار يلعب مع منتخب سنغالي ويواجه منتخب السنغال، يلعب مع منتخب تونس مباراة ودية، فهذا يعني انه المدرب قاعد يحضر ويعرف روحه شنو يحب يعمل مع المنتخب الجزائري. مش غريب عليه كاس افريقيا 2019 الجزائر تحصل عليه وفقط للتذكير وربح مرتين مع المنتخب الجزائري في 2019 المنتخب السنغالي في 2019 مره في البول ومره في الفينال، وهز هو الفينال نتاع 2019. اليوم يعاود يلعب معه ماتش اميكال وهو بطل افريقيا في السنغال بالذات، فهذا يحسب لي هو راهو لعب مع السنغال ومع تونس، هو حكايه معناها شيء ذكي اللي انتيليجون باش يقيم فريقه، باش يقف على امكانيات هذا الفريق الجديد. اتونسيون فريق جديد راهو، ولكن كما قلنا مؤثر ماندي 31 سنه، فغولي 33، ما نساوش اللي محل 32 واللي هذوما معناها بتاتر في كاس العالم الجاي ما تلقاهمش. بغداد بونجا يحزد بغداد بونجا. تصور كابتن كره القدم تبدلت دونك العمر بتاع 34 و35 ما عادش كي قبل الكابتن. نتصور انه نلقى به. سؤالي الاخير في 30 ثانيه كابتن لانه الوقت يداهمنا ومازلنا باش نحكيو على مواضيع اخرى. تونس، الجزائر، المغرب، فرق شمال افريقيا ومصر زاده ما نجموش نستثنيو مصر، يبدو ان حظوظها وافره في تحقيق اللقب
في النسخه القادمه من كاس افريقيا، وشكون الفريق كابتن اللي ممكن ترشحه انت انه يمشي ابعد ما يمكن، خاصه انه المغرب عادي سكت الانتصارات؟ انا اكتفي بالقول. انا الفرق اللي ذكرتهم هما من بين المرشحين وليس المرشحين الابرز، خاطر ما تعرفش مش يطلع لك بعديش، خاطر كل دوره فيها مفاجاه. دونك هذوما مرشحين. ولكن اخر كلمه نقول على المنتخب التونسي، عندنا توا بدينا ملامح الفريق، عندنا 3 ماتشات باش نثبتوا فريقنا ونثبتوا الهويه تاع لاعبنا قبل كاس افريقيا. عندنا مباراه في كاس العالم هكا ولا وعندنا اكبر اختبار بالنسبه لي هو اليابان وكوريا. وقتها نعرفوا شرجي تونس اللي توا خاصه اليابان هيجي على الناس الكل، هكا هيجي على تركيا 3-4 فهمت، هيجي على المانيا على تركيا على الناس الكل.